أنا نخل الأرض اسمع، أبدا لا لست أركع، تتدلى هنا مبادئي كاللآلئ بل وأنصع. أنا نخل الأرض اسمع، أبدا لا لست أركع، تتدلى هنا مبادئي كاللآلئ بل وأنصع. كسرت كل قيود الدنيا ورحت أنتظر، أردت حين أردت حياتي فأذعن القدر، زرعت تحت جذوري أملا فأينع الثمر، كأن نخل العزم حسين وليس ينكسر. لا أنحني أبدا، لا شيء يكسرني، لا ينحني وطني هيهات. ما كنت منهزما، من ذا سيطفئني. والآن أحبتي المشاهدين نلتقي بأحد ضباطنا الأبطال مرتضى حمزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نحن ضباط الدورة 80 الكلية العسكرية الرابعة، جئنا إلى هنا لنؤدي التحية إلى الإمام الحسين وأخاه العباس، ونردد القسم خدمة للوطن والدفاع عنه. سنكون إن شاء الله سيوفا بتارة ضد الإرهاب. ليس يخنع بجبين البيت يرفع، وبفجري وجه كعبتي. أنا أحبتي المشاهدين نلتقي بأحد ضباطنا الأبطال الملازم المهندس ضياء الدين هادي ليحدثنا عن وجودهم بداخل الصحن الحسيني الشريف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن تحدثنا عن وجودكم، ما يعني معنى وجودكم داخل الصحن الحسيني الشريف؟ نعم. أنتم كضباط؟ نحن ضباط دورة 80 متخرجين من الكلية العسكرية الرابعة الناصرية. جينا لمرقد الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس لتأدية الولاء ورسم الشرف للدفاع عن العراق من كل هجمة إرهابية عادية، وكل من تسوي نفسه للنيل من سيادة العراق. نحن إن شاء الله سيوفا بتارة بوجه كل المعتدين، ونعاهد الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس بأننا سنكون عندنا حسن ظن شعبنا العراقي الأبي، وإن شاء الله ستزيل هذه الغمة عن العراق العظيم وعن كل شعبه الكريم، ويعود كل النازحين وكل المهجرين وكل المتغربين إلى أهلهم وإلى أوطانهم بفضل الله أولا، وإن شاء الله لن نقصر في واجبنا ما دام حيينا. أنا نخل الأرض اسمع، أبدا لا لست أركع، تتدلى هنا مبادئي كاللآلئ بل وأنصع. أنا نخل الأرض اسمع، أبدا لا لست. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، وبشرفي ومعتقدي بأني أحافظ على استقلال العراق وأحمي أرضه وسماءه ومياهه وشعبه ونظامه الديمقراطي الاتحادي التعددي، وأقوم بواجباتي بكل حرفية وأمانة وحياد خدمة لمصالح العراق وفيا لمبادئ الجندية العراقية بشجاعة وإقدام ونكران للذات. والله على ما أقول شهيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. در حي إمامك.
أنا قدس ليس يخنع، بجبين البيت يرفع، وبفجري وجه كعبتي بعد ظلمتي صار أروع. أنا قدس ليس يخنع بجبين. والآن أحبتي المشاهدين نلتقي بالعميد عبد الكريم السوادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا العزيز، ممكن تحدثنا عن هذا وقوفكم بالصحن الحسيني الشريف، والآن لستوا يعني واقفين في حرم أبي الفضل العباس سلام الله عليه. السلام الله عليك يا سيدي يا فضل العباس. والله خرجت الدورة قبل أول أمس، يعني يوم 4/12، وجونا نتبارك بآل بيت رسول الله تقربا إلى الله، حفاظا عن العراق. هؤلاء الأبطال مهندسين دفاع جوي، قوة جوية، عسى الله أن يحميهم ويحمي العراق وأن يخدموا جيش العراق الباسل من هذه الطغمة الشرسة داعش وما أدراك ما داعش. والطغمة هاي البائسة اللي دخلت العراق زورا وبهتانا، وإن شاء الله يحفظ العراق ويحفظ أبطال العراق حشدا وجيشا وشرطة اتحادية. ينتهي العمر من قال ننكسر. والآن أحبتي المشاهدين نلتقي بأحد ضباطنا الأبطال مصطفى محمد ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا تعني لك هذه الوقفة وأنت في حرم سيدي ومولاي بفضل العباس سلام الله عليه؟ والله هي شرف كبير أن أقلد رتبتي في حضرة أبي الفضل العباس، وهو القائد الأعظم الذي مر على الإسلام كافة، الذي يمتاز بشجاعته، ونتمنى أن نأخذ في جزء بسيط من شجاعة أبو الفضل العباس لكي ندحر الداعش الإرهاب، ونكون سيوف بتارة لكل من تطاوله نفسه أن يمس في أمن العراق. كونك أنت يم قائد جيوش وحامل لواء الإمام الحسين سلام الله عليه أبي الفضل العباس، ماذا تقول له وأنت في حرمه؟ أقول له السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا ساقي عطاشة كربلاء، يا أبا الفضل اشفع لنا يوم القيامة لي ولوالدي. حجينا أنت شو تصير من الإسلام؟ أنا والده. أنت والده؟ أي نعم. الله يبارك فيك، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. الله يخليك رحم الله. شنو تعني لك هاي الوقفة وابنك يعني حاليا متخرج ضابط حماية للشعب العراقي وحماية للوطن، والآن هو يردد القسم والتحية في حرم سيدي ومولاي بفضل العباس سلام الله عليه. هذا شرف عظيم إلي بأن يكون ولدي هو من يقوم بحماية هذا الوطن، وهاي أمنية كنت أنا ما قدرت أحققها فحققتها بابني. اللهم ينصرنا على الأعداء الظالمين بحق محمد وآل محمد. فأذعن القدر، زرعت تحت جذوري أملا فأين الثمر. إلى هنا أحبتي المشاهدين نصل وإياكم لنهاية هذه التغطية، نأمل من الله أن نلتقيكم في تغطيات أخرى إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أنحني أبدا، لا شيء يكسرني، لا ينحني وطني